يتمنعن وهن راغبات. البني آدم اللي بيتقل وبيتجاهل وما بيردش غير بمزاجه، ده مش تقل، ده اسمه قلة أصل وبخل في المشاعر. اللي يحسسك إنك تقيل ويحسبها معاك في مشاعره ويديها لك بالقطارة وما يقدركش، ده ما يتأمنش. في ناس بتحاول تتواصل معاها وتحاول تبعت لها وتكلمها وبتشوف رسايلك ومفيش أي حاجة تمنعها من الرد، ولا حتى في مشكلة بينكم بتتجاهلك، وانت ممكن تكون في أشد الاحتياج ليهم أو في مصيبة وفي إيديها تلحقك، بس بخلهم وتكبرهم بيتحكم فيهم. فدول كفاية لما تشوفهم ترمي عليهم السلام: سلام عليكم يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. انما اللي بيرد عليك ده اسمه أخلاق، كرم، رقي، بيتعامل معاك بأخلاق نبوية، بيتعامل معاك كما يحب أن يعامل، بيحس بالناس وفي حاجة غيره، خير الناس أنفعهم للناس. وده أول واحد بيجي في بالك وبتجري عليه أول ما بتقع في مشكلة. بس لو انت اللي بتبخل بمشاعرك واتفاجئت إن الشخص بعد، فده مش تقل ومش بخل ولا هو شايف نفسه عليك، ده عزة نفسه منعته إنه يكمل معاك أو يذل نفسه ليك. فلو بعد فهو فعلا بعد، مش اختبار ليك ولصبرك ولا حاجة. يتمنعن وهن راغبات، لأ، يتمنعن وهن ليس راغبات. الكلام ده ينطبق على أي علاقة: حب، جواز، أصحاب، زمايل، أهل، أي حاجة. البني آدم مش محتاج حد يحس بيه قد ما محتاج إنه يحس بنفسه. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.